التقرب تجاه سوريا كان بغية زعزعة أمن واستقرار سوريا. أنا أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على العاتق التركي لما يجري في سوريا. مئات المسلحين جاءوا من تركيا، الكثير من سيارات الأسلحة عبرت من تركيا واستغلوا أجواء إلغاء تأشيرات الدخول بيننا وبين تركيا، استغلوا يبدو هذا الجو لتنفيذ أجندات معينة. حديث الضيف من تركيا حول بدء القمع، لا أريد أن أذكر الضيف بأن لدينا ما يقارب 1000 شهيد بين قوى الجيش والأمن الداخلي والمخابرات، ولا أريد أن أذكره بآلاف الجرحى، لا أريد أن أذكرها بأن ما يجري في سوريا هو عنف مسلح ضد الدولة السورية. القضية تجاوزت بكثير قضية تظاهرات سلمية. ولكن هذه النظرية سيد طالب إبراهيم يعني هذه النظرية حتى أقرب أصدقاء سوريا لم يعودوا يصدقوها. يعني إذا كان أردوغان نفسه لا يصدق هذه الرواية بتاتا، موسكو أصلا ستستقبل وفد من المعارضة في القريب العاجل. يعني يبدو أن لا أحد حتى الآن يعني يصدق مثل هذه الرواية. أولا قلت لك إذا كان الأتراك أصدقاء من الأساس، لأن سوريا قامت بإصلاحات كبيرة. كل مرة نقوم بإصلاحات في سوريا يتصاعد العنف، تتصاعد الهجمة الخارجية. لدينا شعور هنا داخل سوريا أنه لا أحد يريد الخير في هذه البلاد، لا أحد يريد الإصلاحات أن تستمر وأن تنجح في سوريا. لدينا أكثر من مؤشر على ذلك. بخصوص موقف موسكو، ربما موسكو تريد أن تكون فكرة عما يجري، ولكن نحن مطمئنون للموقف الروسي إلى حد بعيد. أقول لك أن الموقف التركي بتقلباته المختلفة وبكلامه الذي يحتمل الوجهين أعتقد خرج الآن من دائرة الصداقة، وأنا أقول لم نخسر صديقا لأنه بالأساس لم يكن صديقا من وجهة نظري الشخصية. كمال بياتلي، ما مصلحة تركيا في أن تزعزع استقرار سوريا وأن تمنع الإصلاحات وأن ترسل مسلحين عبر حدودها؟ هذه الأقوال لا أعتقد أن السيد طالب نفسه يصدقها. عشرات السيارات مرت من تركيا تنقل مسلحين. هذه الأكاذيب إلى متى؟ جميع النظم الدكتاتورية تقول نفس الشيء، عملاء، خونة، صهاينة وما إلى ذلك، ونرى نهايتهم في الأخير. ما هذا يعني تركيا وطدت علاقاتها تمهيدا لمؤامرة ضد سوريا. عن أي إصلاحات يتكلم الأخ؟ أي إصلاحات؟ إذا كانت هذه الحركات التخريبية موجودة في سوريا، لماذا ألغت قانون الطوارئ؟ ثم تقول حوار موسع مع من؟ إذا كان هذه الجماعات مخربة لماذا تعمل حوار؟ ثم لماذا، ما الهدف إذا كانت الإصلاحات جارية؟ لماذا الحوار؟ طب هناك من يقول سيد كمال بياتلي إن يعني الموقف التركي لم يتطور إلى هذا الحد إلا بعد أن تدفقت أعداد هائلة من اللاجئين عبر الحدود إلى تركيا، وتركيا اليوم تخاف من مشكلة أمنية قد تقع على حدودها. هل هذا تخوف في مكانه؟ هذا الخوف لا أعتقد أن أنقرة تضع هذا الشيء في المرتبة الأولى من مخاوفها. الآن الهلال الأحمر التركية أعدت مخيمات تسع ل10,000 شخص تحسبا لما قد يحدث. إن شاء الله لا يحدث مثل هذا الشيء. وقبل قليل تكلم شخص آخر عن هروب جماعات متمردة الذين وصلوا إلى تركيا، معظمهم من النساء والأطفال، ليأتي ويرى بنفسه. هذه الأقاويل، المقولات المضحكة لم تعد تجدي، ليس لديها أي مصداقية. حتى اليوم عندما استقبلوا أردوغان أكانوا غافلين عن أكاذيبه؟ أكان يكذب عندما كان يحاول توطيد العلاقات ويوسع العلاقات مع سوريا؟ سيد طالب إبراهيم، لماذا تفتح سوريا تحديدا حدودها بهذا الشكل مع تركيا وتدع هؤلاء الأعداد، هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين تفر باتجاه تركيا إذا يعني لم تكن تمارس سياسة الأرض المحروقة كما يتهمها المعارضون؟ لا سيدتي، الصورة ليست كذلك. المسلحون في جسر شغور وفي بعض مناطق إدلب دفعوا بالنساء والأطفال إلى داخل الأراضي التركية، ولهم في ذلك هدفان. الهدف الأول يشكلون مشكلة لاجئين، والهدف الثاني أنهم عازمون على القتال وهم يريدون أن تنجو نسائهم وأطفالهم. هذا ما تم التقاطه من تسجيلات تليفونية بثها التلفزيون السوري. بخصوص تدفق مسلحين من تركيا ألقت القبض على مجاميع منهم وأعادتهم. هناك سيارات أسلحة ضبطت قادمة من الأراضي التركية. ما أريد قوله
عندما يتحدث أي شخص عن مظاهرات سلمية، نعم هناك حراك سياسي سلمي وهناك قوى معارضة سلمية داخل سوريا وخارج سوريا، وهذه القوى هي المهيئة الحوار وهي التي تدخل الحوار. أما من يدافع عن الذين قتلوا وذبحوا 120 رجل أمن في جسر الشهور قبل أن يأتي الجيش السوري ب5 أيام، اسمحي لي، من يدافع عن الذين يقومون بكمائن للجيش السوري ويقتلون العشرات منهم كما حصل منذ بالفترة القريبة، أعتقد هذا لا يريد خيرا لسوريا ولا يريد إصلاحا في سوريا. إصلاح سوريا لا يتم عبر ضرب بنية الدولة السورية وبنية الجيش السوري على رأسه. طيب ألا ترى معي نقطة أن التعامل مع هذه التظاهرات كان تعاملا أمنيا سيد طالب إبراهيم؟ ألا ترى أن يعني الكلام يميز بين متظاهرين سلميين وبين عناصر مندسة كما تقولون، ولكن الواقع على الأرض لا يشير إلى تمييز، يشير إلى أن الجميع يساق بعصا واحدة؟ لا ليس صحيحا. منذ يومين تم اعتقال رئيس أحد الفروع الأمنية المهمة بحماة مع 2 من معاونيه بتهمة التعامل العنيف مع المتظاهرين في مدينة حماة. حصل ذلك، وهناك تحصل في أكثر من مكان من سوريا تظاهرات سلمية عندما لا يتم حرق للممتلكات العامة، عندما لا يتم تخريب للممتلكات العامة، عندما لا تتم أعمال عنف وقتل لا تتدخل الدولة بطريقة عنيفة. هذا أمر مؤكد، ولكن يبدو أن هناك في الخارج من لا يريد أن يقرأ الأمور إلا باتجاه واحد، لا يريد إلا أن يتبنى رؤية واحدة. جميعنا بنظره كذابون، جميعنا بنظره أبواق للنظام. الصورة ليست كذلك في سوريا. هناك عملية إصلاحية يقود. عندما يتحدث عن حالة طوارئ، رفعت حالة طوارئ في سوريا، ألغيت محكمة أمن الدولة، تم عفو عام عن كافة السجناء السياسيين والمقيمين من الخارج بمن فيهم المشمولين بالمادة 49 أي الإخوان المسلمين. لماذا لا يذكر ذلك؟ لا يريد. لدينا إحساس أنه لا أحد يريد الخير بسوريا. كلما تقدمت القيادة برزمة إصلاحية يأتي من يفشلها بالداخل عن طريق العنف المسلح وبالخارج عن طريق تبني هذه الجماعات على أنها سلمية. الدولة السورية في خطر داخلي وخارجي الآن. طيب كمال بيتلي، إلى أين يمكن أن يذهب أردوغان بتصريحاته هذه؟ هل ممكن أن نرى خطوات تركية عملية ضد سوريا أو لإيقاف الوضع في سوريا عن التدهور؟ أولا الأخ طالب يقول لا أحد يريد الخير لسوريا. لماذا الكل متفقون على عدم طلب الخير لسوريا؟ لماذا الجميع؟ لماذا لا ينظرون إلى أنفسهم؟ أما بالنسبة لتركيا، أعتقد أن سحب تركيا تأييدها ودعمها وعلاقاتها القوية مع سوريا، مع النظام السوري، ليس مع سوريا، مع النظام السوري، سيضع دمشق في وضع محرج، لأنه ليس هناك أماكن كثيرة يمكن لدمشق أن تلجأ إليها. السيد طالب يقول يعتمد على روسيا فقط. روسيا بعيدة يا سيد طالب. جميع دول الجوار ليست علاقاتها جيدة مع سوريا. لماذا؟ اسألوا أنفسكم. شكرا لك كمال بيتلي المحلل السياسي من اسطنبول. أشكرك أيضا المحلل السياسي طالب إبراهيم من دمشق. هذه نشرة متواصلة معكم وفيها جمعتان للوفاء بمنظورين مختلفين وسط دعوة